السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل الفراخ المنقذة اللي لو عندك عزومة او مستعجلة ومش عارفة تعملي ايه، هتعملي احلى فراخ مشوية سريعة بتتبيلة خطيرة. هتتبليها هتشويها على طول، مش هتسيبيها في التتبيلة نهائيا، وهتاكلي منها هتلاقي بجد اكنك متبلاها مش اكتر من 3 4 ايام. تمام. هنا انا عندي فرختين كبار، كل فرخه حوالي 2 كيلو على حسب الفراخ اللي عندك. بشرت عليهم 3 بصلات الحجم اللي انت شايفاه، وحطيت عليهم حوالي 5 فصوص توم، هرستهم. بس انا اهم حاجه عندي انك البصل تفرميه في الكبه، لا اما تبشريه، علشان احنا محتاجين الميه بتاعته، محتاجين التفل برضو، بس عايزينه يعني كده بميته. يعني مش هينفع في الخلطه دي خالص البصل المقطع. حطيت بقى عصرة حلوة من الليمونة، وده سر التتبيلة وسر الخلطة هنا في الليمون. وحطيت معلقة كبيرة من الخل. تمام. وحطيت معلقتين من زيت الزيتون، او معلقتين من زيت عباد عادي، اي زيت عندك، زيت نباتي يعني. وحطيت طبعا الملح، وحطيت فلفل اسود، وحطيت جنزبيل باودر، وحطيت رشة صغيرة من الكاري ورشة صغيرة من الكركم. انا مش عايزة الخلطة تبقى صفرة، انا عايزاها اللون الطبيعي بتاعها. تمام، بتاع البصل. وحطيت بابريكيا، فلفل احمر بودرة يعني. وحطيت تمام، وجنزبيل زي ما انا قلتلك. وحطيت بقى معلقة كبيرة من دبس الرمان. لو مش متوفر دبس الرمان تستبدليه بمعلقة عسل اسود. انا حطيت معلقة دبس رمان ومعلقة عسل ابيض كبيرة. لو مش متوفر ولا عسل ابيض ولا دبس رمان، هتستكفي بمعلقتين من العسل الاسود بس. وحطيت طبعا مرق الدجاج مكعب من المرق. وكانت كده تمام قوي معايا الخلطه، بقت تمام وزي الفل. بصي انا زي ما قلت لك مش عايزه اللون الاصفر اللي فيها، ولا يكون محمر قوي ولا صفر قوي، عايزاها اللون الطبيعي بتاع البصل. كانت ريحتها خطيره بجد من قبل كمان ما احطها في الفراخ. هتقلبيها وتحاولي كده تدوسي بالمعلقه كده على البصل علشان تنزلي العصاره بتاعته. هتسيبيها بقى كده على جنب، وتجي تحضري اي حشوه عندك تحطيها في قلب الفراخ من جوه. احنا مش مقطعين الفراخ، احنا سايبين الفراخ بحالها. تمام. انا في الوقت ده كنت نقع الفراخ في ميه وخل بعد ما غسلتها كويس جدا في المحلول بتاعها اللي هو بيشيل منها الزفاره. هي عندك بسله، عندك جزر، عندك اي حاجه خضار حابه تقطعيه وتحشيه جوه الفرخه، تمام جدا. انا استكفيت بالبصلتين دول والفلفل الرومي، عليهم بقى رشه ملح كده حلوه، وعليهم رشه فلفل اسود بس، فقط كده. وما تنسيش صح الخلطه اللي انا وعملتها في الاول. هسيبلك برضو كل المقادير وكل البهارات اللي انا حطيتها فيها في الديسكريبشن تحت، عشان لو اتلخبطتي او نسيتي. عندي هنا بقى الفرختين اهم، انا كنت خلاص غسلتهم ونقعتهم في الليمون وفي الخل وبقوا زي الفل. بص لونهم ابيض خالص ازاي، كويسين جدا كده خلاص معايا. وكمان المحلول اللي بتسيبيه فيه بعد ما تغسليها كويس ده بيساعد جدا على سوى الفرخه بسرعه، وبيديها طعم كويس جدا برضو في اللحمه بتاعتها. هنا بقى الحشوة اللي انا كنت جهزتها دعكتها كده بايدي، خليتها تاخد من بعض، وحشيتها في قلب الفرخة من جوه زي ما احنا عارفين. وهتحاولي تكتفيها بقى كده، الرجلين بتوعتها هتخرجيهم كده ايه عكس عكاس على بعض. انا الرجول هنا كانت عندي كانت قصيرة شوية، فقعدت كتير على ما حاولت ان انا اعملهم. بالخلطة بقى التانية تقعدي تدعكي كده حوالين تحت الجلد داير ما يدور للفرخة كلها. وهتجيبي سكينة وتشرحي في الصدر كده عشان تضمني ان يكون التتبيلة دخلت جوه صبيغة اللحمة، وتبقى متطعمة، وتبقى اللحمة متبلة كويس جدا. انا بجد التتبيلة دي ما سبتش الفرخة فيها حتى نص ساعة ولا اي حاجة، وكانت طعمها اكنها متبل بقالها 3 ايام في الفريزر او في التلاجة. تمام. عملتها بجد على طول وشويتها على طول، كنت مستعجلة، كنت محتاجة اعمل اكل بسرعة، فعملت الطريقة دي. بجد كانت تحفه، لازم تجربيها وتقولي لي رايك عليها. كتفتهم كده زي ما انت شايفه، بس الرجول عشان كانت قصيره شويه جبت خله سناء، خله اللي هو الشيش، وحطيتها كده في النص عشان اضمن ان الرجلين ما تخرجش والحشوه اللي جواها ما تقعش. واقول لك طريقه كويسه جدا تشوي بيها الفراخ، طبعا استني وهتشوفي معايا. بالتتبيله بقى برضو كده حطيت على وش الفرخه من بره داير ما يدور. هتكسري بقى العظمه دي كده، هتنغزي فيها السكينه عشان تضمني السوى الكامل الكويس جدا للفراخ. تمام، عشان ما يكونش فيها اي يعني دم او اي حاجه.
خلاص خلصتها، جبت بقى التانية عملتها كذلك الامر، نفس الامر، حشيتها من جوه وفرغت كده الجلد من اللحمه، وحشيت تحت الجلد ايه من التتبيله التانية. وزي ما انا قلت لك اي حشوه حابه تحطيها في جوه حطيها، طماطم، بصل، فلفل، جزر، اي حاجه عندك حطيها. واهم حاجه في الموضوع كله انك تفتحي كده اللحمه بالسكينه، تشرحيها كده من تحت الجلد علشان تاخد من التتبيله وتبقى مطعمه وتبقى طعمها كويس جدا معاكي. عملت التانية برضو زي الاولى بالظبط، حبيت اعيدها معاكم زيادة التأكيد. كده يبقى خلاص خلصنا. فاض حبة من التتبيلة حطيتهم بقى كده على الوش كده عشان يبقى كله تمام. واخدين بالكم من البصل مش واخد لون معين من البهارات، لا هو لون البصل الطبيعي. هجيب بقى كده هدخلتهم في السيخ بتاع الفرن وحطيتهم في الفرن على نار عالية خالص في الاول، وبعد كده هدي عليهم. مش متوفر عندك السيخ ده هتعملي ايه؟ هتلفيهم بورق زبدة وعليهم ورق ألمونيوم وتحطيهم في صينية وتحطيهم في الفرن. حابه تحطيهم في ورق في كيس حراري تمام، بس انا ما حبيتش الطريقه دي، انا حبيتها تشوي زي بتاعه الشارع وطلعت معايا بالمنظر الخطير ده. بجد كانت ولا اروع فراخ عملتها بتتبيله ما غابتش فيها. ما تنسيش بقى تحطي اللايك وتشتركي في القناه لو مش مشتركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.